لو زهقتي من وصفات الفراخ تعالي نعمل تتبيلة جديدة خالص للفراخ مع الرز بالخلطة. حاجة كده جميلة ووصفة سهلة جدا وممكن أي حد يقوم يعملها دلوقتي. بس أنا عايزاكي قبل ما أبدأ الفيديو تحطي لي لايك وتحطي لي كومنت حلو وتقولي لي إيه رأيك في الوصفات اللي أنا بقدمها. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده نشوف وصفة الدجاج والتتبيلة بتاعته ايه. اولا جبت بولة كده حطيت فيها معلقتين كبار من الكاتشب، ده كاتشب منزلي الصنع انا اللي عاملاه. وبعد كده حطيت 3 معالق من الصويا صوص. تخيلوا بقى الطعم لما احط كاتشب على صويا صوص هيكون ايه. بعد كده حطيت معلقة كبيرة من الثوم البودرة وانا برضو اللي عاملاه علشان كده لونه غامق. واحط كمان معلقة كبيرة من البصل البودرة. هقلب بقى المكونات دي مع بعض وابدأ ازود عليها الملح والفلفل الاسود حسب الرغبة، وهزود كمان ربع كوباية من الخل. هقلبها كويس واكون عندي مقطعة الفراخ. لو عندك اوراق فراخ تقطعيها نصين، يعني الفخدة لوحدها والدبوس لوحده. هنزل كده قطع الفراخ في التتبيلة واحطها في طبق واحطها في التلاجة او في الفريزر. انا عايزاها يعني تقعد على الاقل 4 ساعات. انا في الوصفة دي بيتها ليلة كاملة، بيتها ليلة كاملة في التلاجة عادي، مش هيحصل لها حاجة. تمام كده. تقدري برضو تعملي بالسكينة كده فتحات في الفراخ علشان التتبيلة توصل لها من جوه. بس لو باتت في التلاجة تمام كده كويس قوي. جيت بقى تاني يوم طلعتها كده. انا بيتها في التلاجة والصبح كده لقيتها كفاية عليها تتبيلة، دخلتها الفريزر. لما فكت شوية حطيتها كده في صينية بدون اي اضافات، ولا حطيت خضار ولا حطيت اي حاجة. طبعا تقدري تحطي فلفل الوان، بصل، تحطي الخضار اللي انت عايزاه. ونزلت عليها التتبيله بتاعتها وهبدا بقى نزل عليها كده رشه من الزيت بسيطه، يعني حوالي نص معلقه زيت على كل قطعه او ربع معلقه كمان، حاجه بسيطه جدا علشان اضمن ان الوش يحمر. ممكن ما تحطيش زيت. وبعد كده غطيتها بورق الالومنيوم وهدخلها على فرن سخن. هدخلها على الرف اللي تحت خالص فوق الشعل على طول. وسبتها بقى نص ساعة وهشوفها. جيت بقى في حلة عايزين نعمل الرز بالخلطة. جبت حلة حطيت فيها معلقة من السمنة البلدي ومعلقتين من زيت الذرة. أول كده ما الدنيا سخنت معايا نزلت بالبهارات. عبارة عن ايه؟ قرفة، كركم، كاري، بهارات فراخ، حبهان، ورق لورا، وتلات أربع عيدان من القرنفل. نزلتهم كده في المادة الدهنية وقلبتهم لغاية ما ريحتهم طلعت شوية. طبعا مش بنساهم خالص انا عشان هما بيتحرقوا بسهوله. بعد كده نزلت عليهم بكميه من الميه قد كميه الرز اللي انا هعمله. اول ما الميه غلت كده زودت الملح وسبتها تغلي تاني وتالت ورابع عشان عايزه البهارات تطلع ريحتها في الميه. هبدا بقى بمصفى ضيقه اشيل كل البهارات دي، مش عايزاها تكون موجوده في الرز، انا عايزه نكهتها بس. شلت كده البهارات اللي عندي او الحبوب، يعني الحاجات البارزه زي الحبهان وزي القرنفل، ونزلت بكمية الرز المغسول. ده رز مصري. هقلبه عادي بقى كده وهشوف كمية المية لازم تكون مغطية الرز وفوق منه بحوالي 2 سنتي. تمام. الحبات السودة دي هي عبارة عن القرنفل، ممكن اشيلها وممكن نخليها، بس ساعة التقديم طبعا بشيلها. ادوق كده الملح بتاع الرز ايه نظامه. طبعا زودت معلقة ملح صغيرة وكان محتاج كمان شوية مية. وتمام كده اغطي بقى على الرز واسيبه على نار عالية لمدة 10 دقايق، وبعد كده اوطي عليه خالص لغاية ما يتشرب. ادي الفراخ بعد نص ساعة كده كده تمام وسواها بقى حلو بس لسه ما خدتش لون. جيت كده اشوفها هتطلع من الصينية لقيتها تمام واستوت من فوق وتحت. حبيت اتأكد ان اللحمة طرية ولا لا، لقيتها لسه بتشد، فهبدأ اغطيها تاني وادخلها الفرن تاني. هتدخل الفرن 10 دقايق بس. وبعد كده هبدأ اشيل ورق الألمونيوم واحطها تحت الشواية. هنا كده تمام. بعد ما دخلتها الفرن المرة التانية استوت تماما. هبدأ بقى اخد من الزيت اللي تحت ده واحط على الفراخ كده من فوق. ليه بعمل الحركة دي؟ علشان الوش من فوق يكون مقرمش والجلد يكون مقرمش. وادخلها بقى تحت الشواية بمنتهى السهولة وطعم ومفيش اروع من كده. بجد والله يا جماعة جربوا الوصفة دي، طعمها تحفة. وادي الرز معايا اهو بقى جاهز. شوية الزيت بقى اللي نازلوا من الفراخ اقدر اسقي بيهم الرز برضو، هيدوا نكهة جميلة جدا وهيبقى كأنه مش محتاج بهارات الفراخ اللي انا ضفتها في الاول. ابدأ بقى اقدم الطبق بتاعي. جربوا الوصفة دي حلوة قوي وطعم الرز جميل جدا.
بجد حاجة لذيذة وتغيير، مش كل يوم نفس الوصفة، كل يوم نغير كده الأكلات اللي احنا بنعملها. قدموها بقى بالطريقة اللي تعجبكم، اعملوا طبعا جنبها سلطة، ممكن تقدموا جنبها خضار مع الرز. يعني هي وصفة جميلة جدا، اللي يحب ياكلها بالعيش هي جميلة ونكهتها حلوة مع طحينة، مفيش أروع من كده. كده الوصفة بتاعتنا انتهت، طبعا تكفي 3 أفراد أو فردين حسب، بس والله من جمالها ممكن فرد واحد ياكلها، جميلة جدا ولذيذة. تعالوا كده نشوف مدى طراوة اللحم، طري جدا وطبعا مليان نكهة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات ولايك.